يا صباح الفل والياسمين. النهارده هنعمل الفطير المشلتت بأسهل طريقة وبطريقة جديدة وبدون مجهود أو تعب، وما خدتش معانا وقت حقيقي، والتوريقة بتاعته شايفينها خطير بجد خطير. طريقة جديدة وطعم مختلف، والوش بتاعه شايفين جماله، شايفين التوريقة ولونه الأحمر، وبجد تحفة ومستوي جدا من جوه وطري من بره مقرمش بجد خطير. يلا نشوف الجمال ده عملنا ازاي. نبتدي كامل بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه انا معايا كيلو دقيق، نخلته وهنخله مره كمان تاني كده مكان. اهم حاجه تنخلي الدقيق بتاعك كويس، مش مهم يكون نوع الدقيق مخصص للفطير، المهم ان احنا نعمل له عرق كويس جدا. الفطير عشان يطلع معاكي حلو لازم تريحيه وتعملي له عرق. اول حاجه يعتبر انا نخلته كذا مره بالطريقه دي كده. بعد كده هحط عليه معلقه ملح ومعلقه ملح صغيره، معلقه كبيره سكر. وبعد كده مش هحط حاجه تاني خالص. هحضر عندي جنبي ميه تكون فتره كده، مش اللي هي سخنه قوي او ميه ساقعه، ميه فتره. كوبايتين من الكبار اللي هم الشوب بتاع الميه، وهخليهم جنبي وهنزل بالميه تدريجي لحد ما العجينه تلم معايا خلاص. العجينه ما بتكونش اللي هي طريه جدا بتلزق، او العجينه بتبقى يابسه، لا العجينه معاكي تبقى طريه بس ما بتلزقش منك في حاجه، يعني العجينه ما تلزقش في ايدك، وما كمان ما تلزقش في المكان اللي انت بتعجني فيه، بس يكون طريه خالص. بعد احنا بقى العجينه بتتعجن حوالي يعني من 10 دقايق ل15 دقيقه. اهم حاجه في المرحله دي طبعا احنا مستخدمين عجينه عاديه خالص، مش اللي هي مش دقيق خاص يعني. فده عجينه عادي خالص من اللي هو بيتباع بره. فبجيب جنبي طبق ميه وابل، وافضل ان انا اعمل العجينه وافتحها كده بايدي وهي مبلوله، واعجن تاني، افضل على الطريقه ديت لحد ما العجينه معايا بص شايفينها طريه خالص، والتلزيق اللي هو لا مش بتمسك في ايدي، دي اهم حاجه في العجينه. تاني حاجه العجينه معاكي تريح تماما، شايفينها طريه ازاي. حطي العجينه بتاعتك، بصي العرق بتاعها لازم تعمل معاكي العرق ده. هتسيبي العجينه بقى لما تريح خالص، انا سبتها حوالي يعني ساعه، بس هي يعني معاكي من نص ساعه تشتغل. يعني سبت العجينه معاكي ان هي ساعه، انا سبتها ساعه لان ما كنتش فاضيه وسبتها تريح مع نفسها خالص. فيفضل ان العجينة تريح على الاقل ساعة عشان تدي معاكي افضل نتيجة، وما تقطعش منك ولا تهربد ولا يحصل فيها اي حاجة خالص. شايفين العجينة بعد ما ريحت والملمس بتاعها بجد خطيرة خطيرة خطيرة. بس كده هنبتدي بقى فرد العجينة. جبت كده مسحة زيت بايدي ومسحت كده الترابيزة اللي هشتغل عليها. بعد كده جبت العجينة بتاعتي وبايدي بدأت ان انا افرد العجينة كلها. طبعا العجينة مرتاحة معايا فتتفرد معاكي بكل سهولة. كل ما العجينة تريح معاكي كل ما العجينة تتفرد معاكي وما تاخدش معاكي وقت خالص. سيبيها تريح خالص، مش مستعجلة عليها. اعجنيها بدري قبل ما انت هتبتدي في الشغل بتاعك، قبل الغدا بتاعك بفترة طويلة او قبل الوقت اللي انت عايزاه، عشان تريح براحتها وانت ما تاخدش معاكي وقت. بعد كده قلت اسهل عليا، فجبت النشابة ان انا افرد شوية عشان يعني كانت العجينة كبيرة، بس فردتها على قد ما بقى خدت معايا الترابيزة كلها. جبت معايا كده سمنة. معاكي زبدة، عندك زبدة حطي، سمنة زي ما انت عايز تعملي خليط ما بين السمنة والزبدة والزيت زي ما انت عايز. فردتها على الفطيرة كلها. بعد كده بدأت ألم العجينة بتاعتي على شكل طبقات، ما بين كل طبقة وطبقة أحط دهنة سمنة. دي كده أول خطوة معايا في توريق الفطير بتاعي، فيعمل معاكي توريقة حلوة قوي، لأن احنا هنفردها مرة كمان، فهيبقى معاكي توريقة حلوة قوي. مقدار الكيلو بقى أنا قطعته على 5 فطاير، حجم صينية البيتزا، يعني مش اللي هي كبيرة، حجم خمس، قطعتها على 5 على حجم الفطيرة اللي انت عايزاها برضه. لو عايزاها اصغر شوية فقطعيها على حجم اصغر شوية. سيبيها بعد المرحلة دي تريح تاني نص ساعة، يعني سيبيها تريح نص ساعة. بعد كده بقى شوفي جمال العجينة بتاعتك وانت بتفرديها، بجد مش ده بيقولك زي الايه الحلاوة، السكينة في الحلاوة. بصي اتفردت بقى بسرعة جدا وتمط معاكي، واخدت معايا الترابيزة كلها. شايفين الجمال بتاعها. لو حصل فيها قطع صغنونة او اي حاجة ما تشغلوش بالكم، كله بيكمل. بعد كده لمي العجينه بتاعتك على شكل جواب، ظرف جواب كده، وما بين كل طبقه وطبقه حطي مسحه سمنه عشان يورق معاك ويبقى حلو. لمي العجينه بتاعتك، ودي كده الفطيره بتاعتنا الاولى، شايفين ما خدتش وقت خالص. هاتي الصينيه وفيها مسحه سمنه كده، وحطي الفطيره بتاعتك تريح. ما تحطيش الفطيره وتفرديها على طول وتدخليها الفرن. سيبي الفطير بتاعك يريح ما بين كل مره ومره نص ساعه، ربع ساعه، عشان العجينه بتاعك يدي معاكي افضل نتيجه واحسن طعم وافضل نتيجه بالطريقه دي. فردت واحدة كمان كده بسرعة خالص.
ما خدتش معايا وقت، قلت افردها كمان واوريها لكم. بعد ما تفرديها خالص كده تروحي جايه برضو لماها بنفس الطريقه على شكل ظرف معاكي، وتلمي العجينه بتاعتك وتكوني مشغله الفرن على اعلى حراره. يعني فانت اول ما ابتديت في فرد العجينه بقى خلاص الاخير بقى دوت، رحت جايه مشغله الفرن على اعلى حراره. الفطير بيخش على اعلى حراره تسويه، وبعد كده لما تلاقيه قب معاكي بتهدي النار بتاعها. شايفين الجمال؟ والله بجد خطير ومورق وطعمه تحفه جدا. بس النهارده بقى لما نيجي نفرده، هنفرده بحاجه تانية عليها مكون تاني من فوق اداله طعم مميز جدا وحمر الوش. بجد كان خطير. بس كده انا عملت معايا فطيرتين اهمت، وبعد كده هبتدي ان انا افرد العجينه بتاعتي بعد ما ارتاح. جبت كريمه من اللي هي كريمه اللبن دي وفردت بيها العجينه بتاعتي. بجد نقلت طعم الفطير من مكان من طعم لطعم خالص. انا كنت بشيل اللي يعني مش كريمه جاهزه، لما بجيب اللبن بشيل الكريمه بتاعتها واروح جايه فارده فيها وش الكريمه بتاعتي. شايفين الجمال؟ رهيبه رهيبه رهيبه. بس كده بعد كده اكون مشغله الفرن على اعلى حراره وادخلها. اول ما الفطير يقب معايا كده اروح جايه مهديه النار على حراره 200. يعني بعد ما الفطير يقب معايا كده اروح جايه مهديه الحراره على 200 وبس كده. تاخد بقى معايا اللون بتاعها من فوق ومن تحت، تطلعي الفطيره بتاعتك. شايفين الجمال واللون بتاعها؟ يفتح النفس كده. بجد حاجه خطيره خطيره. والريحه ملت الدنيا كلها والطعم تحفه فوق الخيال. كانك جايباه من قلب الريف بالظبط. بجد تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال؟ والتوريقه بتاعته والتسويه بتاعته مستوي، بس طبعا كان سخن جدا مش قادره امسكه. بجد خطير خطير خطير. حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقول. لو عجبكم الفيديو والطريقه ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. شايفين الجمال؟ بجد بألف هنا وصحة. طريقة سهلة جدا، أبسط وأسهل طريقة لتوريق الفطير المشلتت. ما بتاخدش وقت خالص ولا أي حاجة ولا مجهود ولا تعب. أهم حاجة سيبي الفطير يريح ما بين كل مرحلة ومرحلة عشان تقدري تفرديه بأسهل طريقة وما يبهدلكيش ولا يهربد منك ولا يقطع. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.